دابا هذا المستثمر سعودي واحد الانسان هذا راه ما شوف بعدا اولا باش ما نبداوش نخلطوا هذا جا باش يستثمر في الوداد. دابا انا رئيس ديال نادي الوداد، مرجعيه تاريخيه، تاريخ المقاومه، ما يمكنش ليا انا نجي نفوت نادي الوداد. واش بغى يشري النادي؟ انا راه شوف انا دابا حيت كنقول معاك نعرفوا بعد الهدف واش بغى يشري النادي. دابا غير تنعاود ناكد لك انا ما يمكنش ليا نفوت النادي لاي شخص، هذه ماشي من الصلاحيات ديالي. واخا انا رئيس شنو مسموح لي مثلا؟ هو الاطار اللي مسموح يشري النادي هو اي واحد باغي يجي لا هو المستثمر مرحبا به. انا تكلمت معاه وتكلمنا بتمعن وفهمته اننا راه الاطار اللي يمكن نمشيو فيه الاستثمار في اللاعبين، الاستثمار في الانفراستركتور اللي تقدر تكون مربحه. اما النادي خص كل شيء يفهم بانه هذا واحد الباتريمون مغربي ديال المغاربه كاملين. ما يمكنش انا نجي ندخل لهم شي اجنبي ولا شي واحد ولا انا ولا غدا صاحبي نقول ليه اجي ناخذوا الاسهم ديال الوداد وبغى يستثمر. راه دابا بغينا هذا الشيء سهل. انا سهل عندي واحد العدد كبير ديال الاصدقاء وعندهم امكانيات وميسورين ماديا، غنقول لهم اجي وسيدي حنا نتجمعوا نشريو هذا الوداد، ولكن انا ما كيسمحش ليا لا القانون الاولى ولا كان كاع كيسمح لي الاخلاق ما تسمحش لي. الوداد كيف ما خديتها راه امانه، خصها تبقى الامانه حتى نعطيوها لشي حد اللي يستحقها ويمشي بها. وهذا السعودي بغى يستثمر في الوداد هي على حسب الاقوال ديالو انه بغى يستثمر. لا شوف دا سي بون حيت يجي يبرك معايا ونبرك معاه ونقولوا ها الحدود فين غتستثمر. الا شريتي لاعب واستثمرتي فيه من هنايا، شريتي لاعب بواحد العدد ديال الملايير وتباع بواحد العدد ديال الملايير، كيفاش تسترجع الاموال ديالك، كيفاش هذا الشيء خص هذا الشيء كيفندو واحد العقد اللي غيكون ما بينك وبين هذا السعودي. ما غادي يجي السلام عليكم وعليكم السلام. لا دونك يتباع، كاين يتباع ولكن بالعقليه السليمه بالمفهوم السليم للاستثمار. اما غادي تقول ولا يقول شي حد مع راسو راه سعيد غيفيق الصباح السلام عليكم يقول اجي انت الله يخليك انا نكتب لك الوداد بسميتك. لا هادشي ما كاين. نقول لها السي سعيد راك شوف راه جرات النهار الاول. سؤال تروح للسي سعيد. نعم تفضل سعيد. تفضل ديال الاستثمار ولا الاستشهار هذاك الشيء هو حرفه. نعم وخاص مختصين انهم كيناقشوا العقود، كيناقشوا الاستثمار، كيناقشوا المشاريع، كيسوقوا كذلك اسم الوداد. واش الوداد عندها هاد المختصين؟ واش فتح لهم المجال انهم يشتغلوا في هذا المجال؟ ثانيا واش السي سعيد ما كيحس بالضغط لانه موضوع في كل، في التقني، في الاداري، في المالي، في التنظيمي، ما كاينش كتحس بواحد الضغط؟ دابا غير باش نفهمك السي روح. نعم. قضيه الضغط ولينا كنعيشوا بها. الضغط اللي كنتعرض ليه ربما وهو انه في اعتقادهم بعض الناس انه حيت يعيط لي في التليفون